السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ايف سبارك، وكل سنة وانتم طيبين. والنهارده معانا ضيف مميز جدا لان هو عميل من العملاء القدامى قوي، الناس القديمة قوي في السوق، يعني ناس من اللي هم اللي خدوا الريسك بجد بقى، اللي ما حدش يشتري دلوقتي في 2026 يقول لك خدت الريسك، لا الناس دي اللي خدت الريسك بجد. وغير كده كمان فهو اقتصادي عظيم. انا عايز اقول لكم ان احنا في اغلب الحاجات الاقتصادية والخطوات الاقتصادية بنستشيره وبنغتت عليه شوية وناخد من وقت شوية. دكتور هشام ابو العز، اهلا بحضرتك. اهلا بيك نورت يا الدنيا، باشمهندس اسلام منور اي في اس، ربنا وتفضل ان شاء الله يخليك. ان شاء الله ده منور اي في يعني اس. بيتي العربيه الاولانيه ربنا بيتي يبارك لك. الاولاني. اهلا وسهلا ربنا يبارك بحضراتكم، فيك كل يا سنه دكتور. وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا دكتور. خلينا نعرف الناس كده، احنا هنسيب حضرتك النهارده الاول كعميل معاك عربيه. العربيه ايه الاول؟ الاي دي 4 كانت موديل 22. بقول لكم اسم من القديمه. شايفك اللي كنا جايب اول 26 وبتقول لي انا بجرب لسه، والناس بقى لها كنا اول اربع 10 خمس سنين راكبه. عربيات، وكان الفضل طبعا ربنا يبارك فيك يرجع يا دكتور. لحضراتكم يعني. ربنا يبارك فيك يا دكتور. ماشي قد ايه؟ حاليا عامله 125 الف كيلو. ما شاء الله. على فكرة ما عنديش عربية، يعني ما عندي، كان زمان عندي عربية بنزين اها سبورت. اها عندي بقى بتاعت مراتي وولادي بنزين، بس أنا السولو بلاير. انت اللي وهي بالكهرباء. عربيتي الأولانية والأخيرة يعني. طب الاي دي 4 واحده من العربيات طبعا الشهيره واللي الناس حبتها جدا من فتره. على فكره ما كانش فيه الاي دي 4، يعني وقت صحيح. الدكتور ما اشترى حصل. ما كانش فيه اي عربيه بتنزل بالرينج 600 كيلو ده، ولا حتى 550 في السوق غير هي الاي دي حصل. 4. فكانت لاعب قوي وقتها. كانت الاوروبي او البراند الاوروبي اللي الناس كلها بتحبه، فولكس براند اوريدي كده كان محبوب، وكان سعرها كمان وقتها وده اللي دفعني نوعا ما مناسب. بصراحة. صحيح يا فندم. وده اللي دفعني، يعني لو حضرتك بتقول لي ايه الاسباب اللي دفعتك للاي دي 4، انا ببساطة شديدة نمرة واحد البراند، ان هي اي امم دي 4. وخصوصا برضو ان انت زي ما حضرتك اشرت، ان انت في الاول اخد ريسك عالي، اه ان انت جايب ومفيش وكيل مثلا، مش عارف قصه قطع الغيار، لسه لا لسه كل بنتكلم في المخاوف اللي 22 هي مفيش بتاعت حاجه. لكن ان تعتمد برضو على اسم اوروبي، او اسم موجود قوي زي فولكس فاجن، ده بيديك سبورت. زائد ان انا كان زمان ليا تجربه مع، بس كانت بنزين، كان عندي عربيه باسات. اها ف فولكس بس فولكس باسات، وكنت بصونها حتى في التوكيل وكده. امم وكان حصل حتى مشكله مع التوكيل. ببساطه كانت ترمبه البنزين باظت، اه كانت في الضمان، ومش راضيين وقال لك ده انت بتستخدم مش عارف ايه. فيعني كتبت ايميل، انا مم. فاكر كويس قوي، كتبت ايميل من عندهم، من عند التوكيل، قلت لهم لا، انا مش هدفع حاجه. ازاي يا جماعه؟ دي المفروض تبقى في ماليش الضمان. دعوه ماليش دعوه بيها، اصل انت استخدمت مش عارف ايه. المهم بعت وكده، وكانوا محترمين جدا جدا. عايز اقول لحضرتك ردوا عليا واجبروا التوكيل انه يعملها ما شاء الله. على طول طب يعني. هو خدين بالكم هو مجرد معامله واحده يعني خلت عميل يشتري عربيه حتى مش منهم اصلا، هي بس جاست ان هو خد تراست في البراند. يعني بالظبط. خد تراست في العلامه، واشترى من ناس تانية خالص، بس هو خد تراست في العلامه بالظبط. فدي كانت ان انا دايما راكن على اسم قوي، مم. اسم له باع. مم. عندهم معايير. المعايير المهم برضو ان انت تروح دايما لحد عنده معايير جودة. اه المعايير الجودة في القياس دايما ان هم ما بيتنازلوش عنها. فبقى سواء صنع في الصين، صنع في اوروبا، صنع كده، عنده ستاندرد. ده عشان كده دايما تلجأ للبراند، مش البراند يعني اسم لطيف وبتاع مش عشان يعني. اللوجو، يعني عشان مش عشان خاطر احنا اللوجو ورانا حاجات بالظبط، غير اللوجو. غير اللوجو. طيب يا دكتور، بعد احنا معانا دلوقتي ماشيين بسم الله ما شاء الله 125,000 كيلو، الحمد فانت لله. احسن واحد نسالك الله على الرينج يخليك. الفعلي. احنا عايزين نعرف العربيه دي مع حضرتك في استخدامك اليومي بتعمل معاك كام كيلومتر بجد؟ بص حضرتك، حقيقة الأمر، عربية الاي دي 4 عربية مدينة، أو كل العربيات الكهرباء عربية مدينة بتفوق، بامتياز بامتياز بامتياز. وتفوق. وزي كده ما بيقولوا نموت طمر. ايوه حط في بطنك بطيخة صحيح. صيفي طالما أنت في البتاع. لعدة أسباب. السبب الأولاني إن أنت بتحطها دايما على الريتشارجنج، فبتشحن. فانت واحنا هنا معلش طرقنا مناسبه جدا لطرقنا، ان انت بتفارمل فبتعمل ريتشارجنج فبتعمل الكلام ده. اه ثانيا بصراحه توفر الايه المحطات الكهرباء او اعاده الشحن بشكل او باخر في العاصمه، سواء القاهره او او الجيزه يعني. الجيزه. طيب خلينا ندخل بقى ديبلي في الرينج يعني بتاعها. الرينج بتاعها انا لما اشتريتها كانت الرينج بتاعها مكتوبه طبقا 550. حقيقه الامر كانت بتمشيني جوه المدينه ال 550. مم. لكن لما طلعت بيها، لان سافرت بيها بقى بصراحه، سافرت بيها السخنه، اه سافرت بيها الساحل الشمالي. مهم. كنت لسه سألك ابعد مسافه رحتها ايه؟ الساحل الشمالي. مم. بقى رحت الساحل الشمالي.
عند مراسي ده كده. كام كيلو تقريبا كده؟ فهي كانت حوالي 385 كيلو. مشيتني 385 كيلو وتفضل فيها شويه، كنت فاتح التكييف، الاسره كلها معايا، الشنطه كلها كويس. طيب حاليا لما بالفعل بقى هي بتمشي تقريبا حوالي 500 كيلو. 500 كيلو ده ان سيتي ولا سفر؟ لا في السفر يعني. في السفر. في السفر 500. طب احنا جوه اكتوبر مثلا؟ لا جوه اكتوبر زي ما بقول لحضرتك بتعمل ال 525، بس ده كان في الاول، بس عشان اقول حاجه. صحيح. في الاول خالص وهي جديده، وفي الاول خالص وفي حاجه مهمه جدا بس عايز اشير اليها، الكاوتش. انا ما كنت جايه لي بالكاوتش بتاعها. لما غيرت الكاوتش فكانت بتديني فعلا جوه المدينه 550، بره المدينه بتديني 500 475 في الرينج ده بصراحه يعني. وساعات انا عايز اقول لحضرتك مفاجاه ان هو جوه المدينه نتيجه الريتشارجنج كانت بتديني فوق ال 550، تدي اكتر من الرقم. فدي حقيقه. لكن بعد ما غيرت الكاوتش بصراحه حصل انهيار، مش علشان انا بقالي معاها يعني من 22 داخل على 4 سنين، انا رخصت تاني على فكره. ما شاء الله. عدت الترخيص. بس لكن لا مش بس علشان الوقت، طبعا انت عارف الوقت طبعا بياخد شويه من عمر البطاريه كده. لا بس انا شايف ان الكاوتش بيلعب دور مهم جدا، دور مهم. نزلتها مش دراماتيكلي، لكن نزلتها برضو يعني بعد ما كانت بتشحن 500 في الطريق السفر او 475، لا نزلتها دلوقتي مثلا 400 385 نزلتها شويه عشان كاوتش. عشان الكاوتش. بعد ال 120,000 تمام. احنا النهارده احنا ماشيين 120,000 كيلومتر او 125 صح بالظبط؟ 125 بالظبط، 125 400. ايه الكوست يعني ايه الاكسبيرينس بتاعت ال 125,000 صرفنا ايه غير الكهرباء؟ بص حضرتك طبعا اللي كان كمان من ضمن الحاجات، يمكن ردا على السؤال الاولاني، اللي كان مطمن قلبي ثقتي في شركه زي حضراتكم. لا مش تطبيل ولا حاجه، لكن بامانه بنقول بامانه ان حد فاهم، حد دارس قوي. انا راجل اكاديمي فدايما بحب الناس اللي مش اللي هو يكلمك عن الهوا ما لفلا والحنتريش الطائر المحلق. لا انا بحب الحد اللي هو بالورقه والقلم، واقع وارقام. بالارقام. بص يا سيدي، دي كذا دي كذا، دي اللي بايظ في كذا. فانتوا كنتوا عاملين سبورت جامد جدا جدا، مطمنين قلبي. ومخليني حتى اركز في الحاجات اللي المفروض اركز فيها. فالنمره واحد نيجي بقى للمصاريف. طيب المصاريف اللي انا صرفتها اولموست زيرو. والله يا جماعه بس عشان الحلفان يعني غيرت مره بطاريه وغيرت الكاوتش، بس ده بطاريه كاوتش، بطاريه وكاوتش خلال في شويه حاجات حصلت بس كده. مثلا زي كل ملاك العربيات الكهرباء، الشاشه مره تطفي بس هو بقى هنجت علشان البتاع، بس حاجات كلها. لكن حصل اي حاجه تانية لا سمح الله يعني مش فاكر حاجه خالص برضه والله. ما انا مش فاكر، انا باجي لك بيها بتقوم حاططها وتعمل التشيك بتاعك كمبيوترايزد وكله بيبقى تك الشاشه علقت، بس ده كل اي ديفرات اللي في الكوكب دي كلها بالظبط 10 دقائق و10 دقائق وخلاص. واعتقد ان العيوب اللي هي اللي ظهرت لنا ان هي عدم الاستابيليتي في تيم سيستم ده، ولا بيسموه الميديا سيستم ده راح يعني. انا سمعت كل اصدقائي بقى، ما انا متواصل مع الجروب، لقيت ان هو كل الناس لا ما عادش عندها المشكله دي مؤقته، ما عادش موجوده فدي. لكن حقيقه الامر فعلا ما صرفتش غير المستهلكات. ان شاء الله انت بقى اللي تقول لي ايه اللي جاي. مثلا هل في تيل فرامل ممكن يتغير، لكن كلها حاجات طالما انت محافظ على العربيه. انا حتى حصل مره ان انا عملت بيها كراش كده على خفيف يعني، وبرضو لا لقيت الحاجات سهله يعني. انتوا قدرتوا عملت كراش كده بسيط، ظبطنا الدنيا يعني حد خبط فيا فوقع لي الاكسدام، انتوا رجعتوا الاكسدام والفوانيس وما احتاجناش. وبرضو هنا زي ما بقول لحضرتك حد فاهم، مش مساله حد ان هو يعالج لك المشكله، مش اللي هو ايه غير ارمي دول وهات حاجات جديده. يا سيدي كل ده مش عاجبني، كل ده مش عاجبنا وبس. فحاليا اعتقد ان كمان اللي انا سمعته وحضرتك اكد لي ان قطع الغيار الاي دي 4 بالذات وبعديها خلاص السون بلس دلوقتي بقى قطع الغيار موجوده قطع الغيار موجوده، فبقى ستيل غاليه شويه بس موجوده. بس موجوده. هي الاتاحه هي المهمه. طيب حاجه
كان نفسك تبقى موجوده في اي 4 يعني، تقول يا العربيه دي تحفه، بس لو كان فيها دي كانت تبقى زي الفل. ايه؟ والله هي فيها برضو يعني دلع وتكامل. حلو. يمكن انا مش جايب الفئة اللي هي اعلى كان بيور حاجة. بلس صح؟ لكن انا يعني مثلا ممكن تبقى الشاشة اللي هي هيد اب ديسبلاي. اه ديسبلاي الهيد اب ممكن ديسبلاي، وعايز المرايات تبقى فولدنج. سهله دي ماشي. الحاجات كلها وعايز موجوده. دكتور معاه اي 4 وعايز بيور بلس يعني. بالظبط، وعايز لكن حاجة كانت تبقى في الاي دي 4. انا سنة انت عارف، هو الناس حاليا او اللي واخد على البنزين بيفتقد ايه في الاي دي 4، او بيفتقد عموما ايه في الكهرباء؟ بيفتقد الاكزوستنج والبو والمش عارف ايه والعن والاوف رود ده. ممكن دلوقتي حطوا صوت، انا سمعت حطوا صوت في وحطوا حاجات في كده. عربيات كتير دلوقتي فيها بس صوت. فالحاجات اللي هي دي ممكن يعوضك بيها. مم. لكن الحقيقة التركيبة الميكس اللي بتديه الكهرباء ممتع جدا. بس يعني كده حضرتك كشخصك مفيش حاجه كان نفسك لا مفيش حاجه زي الحاجات اللي هي اصل مش هقول لك مثلا عايز سخانات، وانا اساسا السخانات دي بتضايقني في الكراسي مثلا. انا فاكر. الميموري يعني، انا المدام عندها مرسيدس. انا لما بركب المرسيدس وبركب الاي دي 4 بحس ان في فرق في داون جريد. يعني انا داون جريد ده يعني، يمكن علشان طبعا المرسيدس مرسيدس، بس في الاخر بحس ان هم شايلين منها حاجات حاطينها في الاي دي 4، واهمها مجموعه الاداس او اللي هي الامان. فدي ممتازه جدا في الاي دي 4. فما عادش محتاج حاجه. سيبك بقى من الحاجات الترفيهيات واللي هي انا عايز شاشه ورا علشان الاولاد يبصوا. أيوة. لا يعني دي مش هتاثر على مش حاجه، هتاثر على الاكسبيرينس، مش هتاثر على التجربه كتير. بالظبط. طيب بما ان حضرتك اشتريت العربيه في وقت ما كانش فيه زي ما قلنا غير الاي دي 4، فتعالى السؤال بس من غير عواطف. اركن عاطف على جنب، عارف انك بتحب العربيه، بس اركن عاطف على جنب لو سمحت. لو رجع بينا الزمن او لو في فرصه وقت تشتري حاجه، هتشتري اي دي 4 برضو ولا في حاجه ثانيه ممكن تفكر فيها؟ بصراحه في حاجه افكر فيها زي البي واي دي. البي واي دي والزيكر في موديل معين بي واي دي؟ اصل بي واي دي ما كتير قوي، في موديل معين يعني في بالك؟ والله لا، انا يعني انت كنت فرجتني على سونج بلس تقريبا. سونج بلس اعتقد يعني بص يعني الاي دي 4 اصلها عربيه يعني معادلتها لطيفه جدا. فلازم تبقى لما تحب تحول منها يبقى في حد بيقدم لك فاليو اد او حاجه جديده، او حاجه جديده او فاليو اد. طب الفاليو اد اللي بتقدمها البي واي دي مش في حاجه بصراحه في الميكانيكا، لان فولكس فاجن ميكانيكا والوزنه والكلام ده، فعالجوا حتى المشكله اللي دايما الصينيين بيعانوا منها. والوزنه دي لا مظبوطه، العربيه مظبوطه، عربيه مظبوطه. البي واي دي بس التكنولوجي بطاريه عاليه، اعلى شويه، اعلى حاجه بسيطه، واعلى حاجه بسيطه، وفي نفس الوقت يمكن رفاهيه اعلى. خدوا بالهم بقى من حاجات اللي هي عملوا يعني تروق الراكب، مش عارف العزل، عارف الفكره دي، العزل احسن، الكرسي حتى الاستراكشر بتاعه حتى الديزاين. يعني وقت حضرتك مش اشتريت الاي دي 4 كان في سونج بلس القديمه طلعوا لنا على الشاشه دلوقتي ملهاش اي علاقه بالسونج بلس بتاع دلوقتي. بالظبط. لا موتور ولا بطاريه ولا شكل ولا اي حاجه، هي عربيه ثانيه يعني، تعتبر عربيه ثانيه تماما، ديزاين ثاني وشكل ثاني، حتى الشكل مختلف. على فكره الاي دي 4 واحده من احلى العربيات حقيقي، فعلا واحده من احلى. الديزاين كده اسمه تحس عربيه كده كيوت كده، عربيه بنت ناس، عربيه متربيه. في نفس الوقت ده مع السونج بلس اللي كانت موجوده، لا في فرق كبير يبان من شكل العربيه كده. تشوف دي جنب دي تحس ان دي ارخص، يعني تحس ان البي دي لا ما في حاجه مش مظبوطه. على عكس تمام دلوقتي، يعني عن نقيض تمام دلوقتي. لو جيت تبص على عربيات بي واي دي كتير تحس ان هي فيوتشرستيك اكتر من هي دي وشكل التابلو اللي هو هم ابتدوا يلعبوا على او النفسيه بتاعه البني ادم بالزبط. اللي هو لما تركب بقى انا احسسك ان في اختلاف، مش بس فكره الكهرباء، لا ان انت راكب حاجه طياره من الحاجه يعني هاي تك بعيده.
فدي ممكن طبعا زي اي بشر هيتم اغرائي بصراحه. ايوه، ما بصراحه المصريين بيلعبوا علينا بشويه الشاشات والحاجات دي يتم واحنا اغرائي. بصراحه بنحب الحاجات دي. مش احنا بس يعني، اقصد ده طبع مستهلك بشري. عموما، طبع بشري مستهلك يعني. عموما بيحب الحاجات دي. تمام. طيب، في وقت في خلال 120 او 125 الف كيلو خلال الاربع سنين اللي فاتوا تمام. قلت يا انا ايه اللي دبست التدبيسه دي؟ صدق. صدق ما حصلتليش الا مره واحده. امتى؟ ليه؟ حصلت لي مره كنت طالع مع الاسره شرم الشيخ. فالمهم طالع مع الاسره شرم الشيخ وبعدين عملت بقى دراسه وكلمتك ومش عارف ايه، الشواحن وكلمت جاري والحاجه والشاحن وعايز شاحن بالظبط. الادابتر بالظبط، عشان انا عندي بروتوكول صيني وكده، فالادابتر المهم بقى. وبعد ما حضرت وبتاع وكده تراجعت، لان لقيت حاجه غريبه جدا. إيه؟ وهنا برضو بشير بس ان لازم المسؤولين واللي فعلا عايزين فكره الكهرباء تبقى منتشره، لابد ايه يعني يفكروا بشكل مختلف. اللي هي ايه؟ انت رايح شرم، جوه شرم 14 والرقم ده على فكره موثق، 14 محطه شحن. هتلاقيهم زادوا اصلا دكتور. الكلام ده كان 17 18 20. الكلام ده لا من 3 سنين اكيد زادوا اكتر. 3 سنين ساعه ما جبتها كانت لسه جديده بقى. السنتين اللي فاتوا دول لوحدهم اصلا في محطات كتير قوي. ما انا جاي لحضرتك بقى. شرطا ان بقى باشمهندس اسلام حصل حاجه غريبه جدا، ان من القاهره لشرم ولا محطه. طب يا سيدنا عشان كده بقول نفكر بس بالراحه يا جماعه. في شرم جواها مش هحتاج مشكله ومش هلاقي شحن، بس عشان اوصل لك مش اضيع اجيبها على العربيه نقل يعني. لابد نفكر. الموست بقى فيه دلوقتي في حوالي 4 حاجات على الطريق حاليا. حاليا بس دي المره اللي انا ايه حسيت ان وكده تعتبر محلوله يعني. وحاليا محلوله. حاليا محلوله. وهي عاده هي محلوله حكت مع الزمن، حتى لو مش محلوله دلوقتي فهي كده بس يعني هي محلوله. العربيه كنفسها كعربيه لا، ما عنديش، ما حسيتش ان انا لقيت تدبيسه لا بالعكس. انا حاسس ان انا جبت سبورتاج قصدي ولا جبت لا انا كان عندي حاجات كتير يعني. انا كان عندي بي ام ومرسيدس حبيها الايدي 4 امتى؟ ايه حبيها الايدي 4 امتى؟ فكر. ليه؟ والله يعني بص، انا نفسي يحصل حاجه. انا لو تقول لي انت بتحلم بايه، لا انا عربيتي ساتسفايد لدرجه ان انا مش عايز اغيرها. ممكن اطور فيها، واهم جزء عايز اطوره فيها لان الاي دي 4 كان فيها ميزه كمان الناس مش عارفاها او اكيد، ان هي بلاتفورم كهرباء. يعني ما رحناش للدوجن ورحنا اخدين او عملنا زي بعض الاوبل مش عارف عملوا ايه. أيوة. رحنا لازقين فيها. لا وتويوتا عملت كده في الاول بس فروم سكراتش. لا فروم سكراتش. فدي معناه او ده معناه ان انا ممكن ان ذا فيوتشر اشيل دي، ولو هم عملوا بقى فعلا البطاريه الجافه وازاي ابجريد البطاريه يعني ابجريد البطاريه العربيه. لا جدا 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 يعني. اصل الحاجات التانية يعني معلش لما اجي اقول لك والله انا عايز المرايات فولدنج، طب على فكره احنا بنشيل انت جيت قلت لي ممكن تشيل المرايات فولدنج. عايز كاميرات 360 مش خلفيه. خلاص حاضر يا سيدي تركب برضه، ما كل الحاجات دي بتركب اصلا. مش هي دي الايه يعني اساسا معموله ان ممكن تتزود فيه، لكن كعربيه اعتماديه وكعربيه بتقابل متطلباتك كراجل سائق او راجل رب بيت ورب اسره، عندك مسؤوليات وبتروح وبتيجي وبتاع وبتسافر حتى للمتعه، لا بتوفي. لا بتوفي وزياده والله. عشان بيحب عربيته ده ان هو ممكن يعني عايز ابجريد بطاريه ومش عايز غير عربيه. طيب الهايبريد. حضرتك دكتور اقتصاد وانا شاهد يا جماعه يعني الدكتور ما بيعملش حاجه من اللا شيء. يعني احنا في بدايه معرفتنا بيه في 22 هو عمل كذا حاجه، يعني كان بيحكي لنا عليها حاجه في البيت لو تفتكر. أيوة. جاب حاجات في اوقات معينه تك 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 تك، حاجات كلها مدروسه اقتصاديا. فالراجل ده ما بيعملش حاجه من فراغ. فانا حابب اسال احنا ليه ما فكرناش في الهايبريد، او ايه رايك في الهايبريد عموما؟ طيب انا هقول لحضرتك على حاجه. اصل انا بحب دايما الايه ابقى عارف انا عايز ايه ورايح فين. فلما حد يحط لي في النص حل مؤقت
احلى رد سمعته. ما بلوحش عن هدفي. انت بتسكنني يعني. ايوه ما فيش مسكن، انت بتراضيني يعني، ما تزعلش، خد رينج. فانت دلوقتي عايز تنقل الكهرباء ليه؟ علشان توفر طاقه، صح؟ وتوفر مشاكل. ايوه، يبقى انت عايز نمره واحد، عايز طاقه نظيفه، عايز طاقة متاحة بشكل أرخص. بتقلل مصاريفك أنت بقى كراجل، مصاريف الصيانة ومصاريف الأوبريشن والتشغيل ومصاريف الصيانة. خدت لي بال سعادتك؟ فأنا الهايبرد دي ما وفرتليش ده، مع احترامي حتى للعربيات اللي طالعة دلوقتي الريف لطيف جدا. كل ده عارف حضرتك اللي هو يعني زي ما احنا في الاول كده نجيب الفيديو لما كان عندنا شرايط أيوة. في الاخر احنا وصلنا للنت، بتفتح اللي انت عايزه بتجيبه، بتسأل بتجيب. اقصد ان انت الهايبريد مع احترامي فكرة كويسة وكده، بس هتاخد وقت and then في الاخر لازم هيتم تحويل العالم كله للكهرباء بيور. ليه؟ علشان اذا كنت فعلا زي عملنا في مؤتمر البيئة يا سيدي، وكان هنا في مصر يعني في شرم، يبقى انت فعلا عندك اراده وعايز فعلا يبقى بلاش سيبك بقى من الطاقه الاحفوريه دي، واحد يبقى خلينا بقى مع الطاقه الطبيعيه. عندك شمس، مصر يعني الحمد لله، حتى الشتاء ده كان صعب جدا، حر مش عارف ليه، بس كان شمس. عندك شمس، عندك ريح، ومصر الحمد لله بدأت وعملت اعتقد محطة للريح، مش فاكر فين، بس عاملين محطة لتوليد الطاقة من الرياح. وعندنا الطاقات الشمسية، الطاقة الشمسية، وكمان التكنولوجي زادت فيها، وبالتالي قللت تكلفتها، وتكلفة أعلى وتكلفة أقل بالظبط. وعندك المية، انت عندك المية بتيجي تقدر تدورها البحر وتقدر تعمل منه توليد طاقة. وعليه انا شايف ان لابد ان انت اذا كنت زائد بقى انت كشخص، انت برضو لازم تبص لمصلحتك. الله، انا مصلحتي ان انا يبقى عندي عربية فيها البنزين وفيها كهرباء، يعني انا ما عالجتش مشكلة يعني. يعني هو ليه؟ بالظبط، ليه؟ طب على فكرة اللي الناس ما تعرفوش ان مش بس الناس بتوع الكهرباء بنجيب العربيات الكهرباء علشان نوفر في البنزين والطاقة، لا يا سيدنا، علشان اعطال اقل. سيمبل جدا يا جماعة، لا فيها بقى دورة زيت ودورة مياه ودورة هواء ودورة منافلة وسيور والفتيس. حضرتك سنجل فيز، الفتيس عندنا سنجل ريشيو بسيطة جدا، وبتقدر تتسارع، وحضرتك لو ركبتها اساسا وكده بتاخدك زي الطيار. فانت بتديك المتعة، وفي نفس الوقت مفيش بقى وجع الدماغ والحاجات الكلكعة، مفيش كلكعة. بالظبط يا باشمهندس اسلام، زي ما انت علمتني يعني. هطلب منك يا دكتور. طيب حته بقى اقتصاديه، يعني خلينا نستفيد زي ما بنستفيد منك بقى لنا 3-4 سنين. لا فهمت بقى ايه حته اقتصاديه. السوق في 2026 حضرتك شايفه رايح ازاي؟ طيب كعربيات كهرباء احنا بنتكلم، احنا دلوقتي عندنا وكلاء كتير. السوق في السنه دي اتغير تغير رهيب يعني. في خلال 25 من شهر مثلا 4/25 لحد مثلا 4/26 احنا جايين رايحين له، ده في تغير تام تقريبا. حضرتك رؤيتك ازاي للموضوع الاقتصادي؟ طيب بالنسبه احنا جينا يعني التوكيلات مع احترامي هم جم متاخر، تمام، ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي ابدا. بالظبط. فكويس، كتر خيرهم. الحمد لله على السلامه. بس يا رب يقدموا لنا جديد، يعني يقدم جديد، يقدم سبورت للفكره، يعني مش مجرد ان ايه يعني انا اسف طبعا هم طول عمرهم جامدين وكل حاجه. السبوبه فكره السبوبه دي لا، يعني انت عايز تنشر فكر العربيات الكهرباء، وشويه شويه نخلي الناس تبتدي تتخلى عن العربيات البنزين، ولو ان ده صعب، بس شويه اللي بيجدد شويه تدخل على ستيجز. وبالتالي الحاله الاقتصاديه هل بتسمح حاليا اللي احنا فيه يسمح بهذه القفزات؟ لا، لان فيها حاليا حاله عدم تاكد. يعني احنا عندنا حاليا انت الحاله الاقتصاديه حاليا، انت بتقول لي العربيات، هل العربيات الكهرباء هتمشي سبورت، بس اقتصاديا الكل متلقلق، سواء المشتري او البائع. متلقلق ليه؟ يعني المشتري ممكن يعني البائع متلقلق ليه؟ لان خايف من ان القيمه اللي هو اشترى بيها ممكن تقل.
وفي نفس الوقت خايف يحسن، يعني هو كلها مبنيه على الخوف. هو حاليا في عدم استقرار في الاقتصاد. عشان كده دي مخليه فيه لقلقه، ومخليه الناس ايه اللي هو اهو بنرمي كل اللي موجود كده وخلاص. مفيش دراسه، انا بتهيألي مفيش دراسه. ايه يا جماعه، هل كنا نروح للريف مثلا نسند عليها شويه وبعدين نروح للكهرباء، ولا نروح للكهرباء؟ اغلبهم عملوا كده اصلا. ايه، اغلب التوكيلات عملت كده. ما انا بقول راحت الريف. يعني انا بالنسبه لي، يعني انا في رايي هو عميل الريف او عميل الهايبرد اسهل بكتير. انت عشان تجيب واحد راكب عربيه بنزين تقول له خد عربيه كهرباء تمشيك 400 او 500 كيلو ولا 600 كيلو، يقول لك انا ايه اللي يعجبني وانا ايه اللي وانا لما تقول خد دي تمشي 1500 كيلو 1300 كيلو، هتوفر عليك شويه بنزين، هتوفر عليك شويه مصاريف، هيقول لك يلا بينا. ما هي هم اختاروا الطريق الاسهل بكتير. خلي بالك صح. ولا وخلي بالك في حاجه كمان يا باشمهندس اسلام، ان هو مخبي حاجه مهمه جدا. ايه بقى يا سيدي الفاضل؟ انت بتشتري عربيه كهرباء عشان تريح دماغك من مصاريفك اللي جايه، مش بس بنزين يا جماعه، مش بس تلوث. خلاص خلينا احنا ناس مجانين بتوع المستقبل اللي تلوث واللي بتاع والكلام ده، لكن انت على مصلحتك الشخصيه انت عايز توفر وجع دماغ. بقول لك عندك فتيس وزيت فتيس ومش عارف ايه وسي في تي وتي في تي وده. لكن القصد ايه؟ القصد بس عشان نبقى فاهمين ان يا اخوانا انت لا، ده مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص. ده انت بتغير كاوتش، تغير فلاتر، تغير مش بس خلاص. انا بصراحه انا شايف لكن هنا بقى لو انت في الهايبرد، سوري لقطع سعادتك، ان في الهايبرد او في الريف ده انت بتحط تاني بردن فوقي. يعني مشاكل اذا كان الكهرباء مشاكل، اكيد مفيش حاجه من غير مشاكل، بس مشاكل الكهرباء وكمان مشاكل البنزين، يبقى انت مخبي عني حاجه، يبقى انت مش بتقدم لي حاجه حقيقيه. احنا في الصيانه لما بيجي لنا حاجه هايبرد، يعني احنا بنعمل ترابل شوتنج مرتين. احنا عندنا سيستم، عندنا حاجتين، عندنا نظامين بس. وبرده معلومه تخفى عن او الناس ما بتفكرش فيها قوي، ومفكر لو الكهرباء عطلت هيفضل ماشي بنزين، ولو البنزين عطلت هيفضل ماشي كهرباء. مفيش الكلام ده. لو في فولت واحد هتلاقي غالبا، طبعا ده يختلف من العربيه الثانيه، بس غالبا هتلاقي العربيه كلها اب نورمال، خلاص العربيه كلها مش طبيعيه. انت مش هتتعكز على واحد منهم زي ما اغلب الناس مفكره ان انت دلوقتي لما يكون انا معايا عربيه لو معايا عربيه هايبرد والبطاريه باظت عادي همشي بنزين، تعتبر عربيه بنزين. مفيش الكلام ده يا جدعان. مفيش الكلام ده خالص. الكلام ده معلومه غير صحيحه اطلاقا نهائيا. ممكن تمشي بس مش هيبقى وضع طبيعي، مش هتبقى الحاجه طبيعيه، مش تبقى دي العربيه اللي انت شاريها ودافع فيها الفلوس دي. وانا قلت كده والله، ده فيديو في البودكاست بتاع السنه اللي فاتت، مصور في رمضان اللي فات. قلت لهم يا جماعه انا خايف، كان لسه فيش توكيلات فتحت خالص، كان وقتها ام جي بس، الام جي الناس ده ام جي صح. قلت لهم يا جماعه انا خايف التوكيلات لسه تبدا بقى من الاول، شفت بقى وتاخد العجله من اولها وتقول لك ها يلا يا ولاد في عربيه اسمها هايبرد، الف مبروك. مش طبيعي يعني. وبعدين مع احترامي، العربيه، ميزه العربيه الكهرباء مثلا ان انت مش هتسمع باذن الله ان شاء الله عن حاجه اسمها السخونه بقى. لا. انا شوف حضرتك في كل العربيات ما عدا المرسيدس بصراحه في حكايه السخونه دي، بس في الباسات كان في سخونه، في البي ام دبليو كان في سخونه. يا جماعه ما هو اساسا هي فكره السخونه دي هي اللي بتولد الطاقه وبتحرك العربيه البنزين. النهارده الكلام ده، تخيل بقى حط البنزين جنب النار، يعني احط السخونه دي جنب حاجه المفروض ان انا ببردها، المفروض تبرد اصلا يا راجل. واقول لك بقى لا دي اصل ما فيهاش، لا يعني المعادله مش عجباني قوي. ممكن تكون حاجة. صح، ممكن تكون فكره، بس مش عجباني قوي. بس فعشان كده الاقتصاد رايح يعني، او العربيات حاليا. خلينا واحده واحده. على العموم كويس ان هم التوكيلات عامله كده، ماشي بس ايه، هيظل برضو كويس ان هم جم متاخر. فالناس اللي بدات البايونير اللي بداوا هيبقى لسه ليهم فرصه ان هم يقدموا الحاجه مختلفه اللي هو الابديتد. لان هو جاي يعني التوكيل مع احترامي بيقدم حل ماشي، بس حل باست شويه، قديم شويه قديم شويه. لا انت بتبقى رايح هتقدم التكنولوجي الاعلى. التكنولوجي هنتكلم بقى لما نشوف، يا ريت تكلمونا عن البطاريات الجافه، ويا رب بقى لما تنزل تبقى فعلا تحدث. تجي لنا بس يعني بتجيلنا، ما هو بالظبط تجي لنا وكيل اهو احنا نجيبها، بس هي تنزل. هي تنزل ان شاء الله. طيب يا دكتور، دلوقتي عندنا كم سؤال كده، حوالي 10 12 سؤال. هيبقى اختيار حاجتين، تختار منهم حاجه واحده سريعا جدا، المفروض الكلام ده ما ياخدش معانا دقيقتين. اول سؤال هو اجابته كده محروقه، بنتكلم فيها بقى لنا نص ساعه. كهرباء ولا هايبرد؟ لا كهرباء. فولكس ولا بي اي دي؟ فولكس. رينج ولا اداء؟ لا رينج ولا اداء.
اصل اتنين مختلفين، فانا لو هو يعني لازم اخد حاجه واحده منهم. اداء. براند ولا اعتماديه؟ اما هاخد البراند، لان البراند اكيد وراه اعتماديه يعني محلول، يعني البراند هيبقى جواه اعتماديه من ضمن الحاجات، لكن ممكن الاعتماديه ما تبقاش وراها تبقاش براند. صحيح صحيح. ذهب ولا دولار؟ دهب. السؤال ده جميل يعني، بس سالته في اول سنه والله كنت فيها كان لسه الدكتور الله يرحمه بقى دكتور بزرعه كان ذهب ولا اسهم؟ دهب. ذهب ولا فضه؟ دهب. الفضه دي ده مشروع فكره فاشله، وحتى ناس من جوه البيت عندي اهلي أصلاً؟ قال لك فضه ايه يا جماعه؟ بس الفضه زادت كتير قوي. عظيم، بس يعني انا فيها ريسك عالي. اه فيها ريسك عالي، وبعدين بقى علشان تبيع الفضه وتعمل سبيكه فضه، يعني اقصد لسه بننشر فكره ان الفضه مخزون للقيمه واستثمار. مش زي طب الذهب. ليه انا اروح ليه الحاجه اللي لسه وريسك؟ أيوة، طب ما انا أيوة، عندي أيوة. عامل ذهب خلاص لسه محدش واخد باله من اصله الفضة. غلي. طب ما هو غلي الله. صيني ولا اوروبي؟ لا حاليا في ايه؟ ما هو عربيات. احنا عربيات. في عربيات، لا هروح للصين. سيدان ولا اس يو في؟ لا اس يو في. فوري ولا استيراد؟ فوري ولا استيراد؟ لا استيراد. اي في اس ولا اي حد تاني؟ اي في اس طبعا. انا خلاص جزء صوت سينج يعني. طيب دلوقتي هنلعب اللعبه بتاعتنا سريعه. كل واحد فينا معاه عربيتين، كل واحد دوره يسال تاني سؤال يخمن العربيه اللي معايا، فانا ما اعرفش العربيات اللي معايا ايه، وحضرتك ما تعرفش العربيات اللي معاك ايه. ده كذا عربيه. هم عربيتين بس، كل واحد فيهم معاه عربيتين، فاحنا توتال 4 عربيات. تمام. يلا يا شباب. قلنا اديني حاجه سهله. كده ايوه. ما تقولش العربيه ايه. تفتح بعد اذنك. افتح. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل شغال. والله يا ساتر. طيب. يا ساتر يا رب. طب السؤال اللي هيتسال ما ينفعش يتعاد تاني. يعني مثلا انا قلت العربيه دي اس يو في، ما ينفعش حضرتك تسالني العربيه دي اس يو في. ممكن تسالني العربيه دي سيدان اقول لك اه ولا لا. تمام. يعني سؤال نفس السؤال بس بزاويه ثانيه. فهمت. ماشي. العربيه دي صيني؟ ماشي اتفضل. العربيه دي البروتوكول بتاعها ايه؟ على حسب. بتتصنع في اوروبا يعني ممكن في منها بتتصنع في الصين وتصنع في اوروبا. تمام. ففي منها اوروبي في الصين. العربيه دي اس يو في؟ اس يو في. ماشي اتفضل. العربيه دي في منها سيدان ولا؟ هي يعني تعتبر اس يو في صغير. اس يو في صغير. العربيه دي هايبرد ولا كهرباء؟ والله بص انا نظري ضعيف بس كهرباء. كهرباء. ماشي. طيب دي في منها ريف ولا؟ لا دي فول الكتريك. فول الكتريك. تمام. حلو. شوف السؤال لفه ازاي. انت اللي علمتني. العربيه دي البراند نفسه صيني، اللوجو صيني، ساكن متصنع فين؟ اللوجو صيني. اللوجو صيني. اللوجو صيني. ماشي. بس انت هنا خلاص، انت كنت اجبت قلت لي دي بتتصنع في الصين وفي اوروبا. بتصنع في اوروبا. اي دي 4؟ لا. للاسف لا. والله طيب خلاص عرفت ايه. عربيتي مش كام كيلو؟ فوق، لا في منها رنجات اعتقد، بس دي فوق صح يعني مش عارف. بس في اعتقد في فوق ال 500 فيما فوق. في 500. ماشي اتفضل. طيب العربيه دي البلاتفورم بتاعها اوروبي يعني كهرباء ولا يعني البلاتفورم كهرباء ولا لا في على بنزين؟ بس غتت قوي. انا عارف. السؤال غتت. غتت بقى يا جماعه. كل حاجه ماشيه سهله. طب وبعدين؟ هي لا هي يعني هي مش قوي، بس لا هي البلاتفورم بنزين. بلاتفورم بنزين كده سهله. هاي في شكاوي. لا لسه على فكره ممكن اقول لك بقى، ما هو عادش فيه حاجه كتير يعني، اما تويوتا او اسمها ايه، مرسيدس. ما اختار واحده يعني جو. هو ده. طيب مرسيدس بقى. لازم تقول لي حاجه صح او غلط كده بس لازم تقول كلمه. مرسيدس. ماشي صح. مرسيدس ايه بقى؟ خلاص المره الجايه. اي كيو ما اعرفش. اي كيو اصل في اي وبي خليها اي كيو اي. لا غلط. اي كيو اوبا.
كيو اي. طيب يا باشمهندس احمد، يا جدعان احنا صايمين يا جدعان. ده دايما المنقذ بتاعي، خلي بالك. اللهم صل على النبي. صلي على النبي. ايوه باشا. العربيه دي يا جماعه بس انا مش شايف قوي. انت قلت كام كيلو قلت لي؟ 500 يا فيما جدعان فوق. والله 500 فيما فوق. طب هاتشباك سيدان هاتشباك. ام جي 4. ايه ام جي 4 ام جي 4 ام جي 4 بجد والله. مظبوط صح يا باشا. مبروك يا كمل باشا. يا دكتور. لا كمل بقى. انا دي مرسيدس. ما هو ما عادش فيه بقى مرسيدس، احنا وصلنا ايوه لمرسيدس بقى. اي كيو اي. برافو. الله. سهل. واحده بواحده بقى. شوفش تانية بقى. لا لف لف واعمل دي كده. حاضر والله. في ورقه نديها للرجاله. الامانه المهنيه يعني. لا دي حوار، دي صعبه دي. ماشي اتفضل اسال انت. اس يو في. انا جاوبتك السؤال ده هتعرفها في ثانيه. طيب ام بي في. ام بي في. طب ما يبقى بي واي دي. لا ام بي في. ام بي. بص سهل سؤال في الصميم، لو ركز هتطلعها حالا يعمل ريكورد. اخلصها من اول سؤال. ام بي في. اصل انا الام بي في دي ايد ذكر. لا خلاص بقى كفايه بقى كده. في الاربع اسئله دول. يا باشا. لا بس ابقى دي كهرباء ولا هيبريد؟ كهرباء. ماشي اتفضل. طيب دي معلش نفس السؤال الغتت. بلاتفورم ايه؟ لا الكتريك. واو. الكتريك. عربية صيني؟ العربية دي صيني. ماشي. العربية دي بيتعمل منها في أوروبا؟ لا البروتوكول بتاعها صيني يعني. صيني. العربية دي نزلت وكيل؟ لا ما نزلتش وكيل. لا ما نزلتش وكيل. لا ما نزلتش وكيل. لا ما نزلتش وكيل. طيب ام بي في دي اللي هي اكس تريل دي ولا ايه؟ لا او ميتسوبيشي. خلاص السؤال ثاني بقى. خلاص انسى دي، خليها على جنب. بس مش عارف انا انا قلت دي سهله هتجيبها على طول بصراحه. لا مش ما وقعت فيها برضه. ام بي في قلت ام بي في او ام بي في هيعرف الدكتور هيعرف على طول. طب السؤال بعدين. طيب بتمشي رينج قد ايه؟ تمشي بلس 600 كده فوق 600. فوق 600. في منها حاجات 550 بتاع، بس في حاجات 650 معاك لحد 650. طيب العربيه دي احنا سالنا صيني ولا لا؟ صيني صح. صيني. بي او دي بجد. لا بي او دي. ايوه صح. جميله. دي ايه اكس تريل دي ولا ايه يا جماعه؟ ميتسوبيشي اكس ايه اي حاجه. اكس تريل العربيه صيني. براند صيني. صيني. هسأل سؤال وهديك انت المره الجايه لو لا مش عارف. طيب ايه اسال اي سؤال. اسال سؤال خلينا نوصل. طب هي يعني الانتاج بتاعها مشترك يعني شركات معينه ولا شركه معينه؟ ما هو الشركه المنتجه او الشركه المصنعه؟ ما هو كده هقول براند مش عارف. لا طب في حد بيشترك في البطاريه بتاعها الكتل مثلا؟ لا طب البطاريه ولا هي كلها هي كلها من شركه واحده. مش حاجه مش افاتار. اي افاتار بقى يا جماعه. مش افاتار. لا مش افاتار. طب هي ايه يعني المصنع حاجه واحده؟ ابص كده وبتاع. طب والنبي. طب اسال انا. طيب اسال سؤال انا. بي او دي انا ممكن تكون طايره من في منها هايبريد. في منها هايبريد. ماشي. في منها هايبريد. طيب اتفضل. طب هي دي انت قلت لي فول الكتريك، فدي ايه اكس بينج دي ولا ايه يا جدعان؟ لا مش اكس بينج. اسال انا. بي او دي هو صيني كده. بي او دي وفي منها هايبريد. مش يون بلس. مش منها هايبريد. ممكن سونج ال سونج بلس تانج. طب وانا الليست دي يا جماعه. عربية 7 راكب. هي اعتقد فيها منها 7 راكب. حلو خلاص ماشي. صح.
مش عرفت خلاص. عشان انا شايف صح، بس عشان الاضاءه جايه في وشي فانا مش ايوه. لا والله 7 راكب. عندهم. اتفضل يا سيد. طب هي دي تعتبر عربيه عائليه؟ بس مش 7 5 بس مش تصنف عائليه. تصنف عائليه. طب هقول لك هنت. ID4. لا مش ID4 ولا ID6. قول لي انت. يعني انت كنت فاكر تشتريها؟ ايوه بفكر اشتريها. انا عربي. لا يا دكتور، استنى بفكر اشتريها. دي اسمها ايه؟ شنجان؟ لا هي هو في نفس الحقبه دي. ايوه هو يعني هو حقبه زمنيه. ما حد بقى يعني طب حد يغششنا يا اخوانا؟ خلاص بقى وصلت الدرجه دي. ماشي خلاص. الغش اللي بنقوله لزملائنا الطلبه، احنا بنعمله دي حاجه لطيفه قوي والله. ايه ده؟ الزمن بيلف برضه. طيب 7 راكب خلاص. ما طب انا يعني انهيها خلاص. دي اكيد تانج ال. خلاص ما فاضلش حاجه حاجه تاني. دي ايه بقى؟ انا مش عارف ايه ده؟ دي انا مش عارف اسمها ايه يا ربي. ايوه يا دكتور، كنت هشتريها بفكر فيها زمان. مش دي كان 605؟ ايوه واي. ايوه دي حبيبتك يا دكتور. ايوه شفت بقى الزمن. بس دي لو عاد الزمن دلوقتي مش هشتريها بصراحه يعني. ماشي بس بقى هو انت عارفها ده انا دي قديمه قوي بس جميله. نزلت وكيل على فكره والله. لو جزء نزلت وكيل. نزلت وكيل ب 1,350,000 تقريبا. لا يا راجل. والله. بس غاليه بالنسبه عربيه محترمه. مش عارف يعني، هي عربيه حلوه بصراحه. فاكر اول حاجه كنت يعني كان اول كونتاكت ليا مع حضراتكم كان عن طريق الباشمهندس احمد وكده، وكنت انا لازق في البتاعه دي. كنت قلت له دي عايز دي انا فاكر. لانه احنا كنا في الصين السنه اللي فاتت دي على طول. التاكسي كله اي واي. كميه مساحات مش طبيعيه فعلا. براح والدنيا. لا بس انت فرجتني بعد كده على دنيا العربيات الكهربائيه وعرفت ان دي يعني حلوه لطيفه ماشي حالها بقول لك. يعني كبدايه ابتدي بيها، لكن تنهي بيها هتبقى صعب تكمل اصلا. لكن الميزه في الاي دي 4 ان هي بتكمل. يعني انت ممكن لا هتفضل مش سهل ابجريد عليها. يعني هتلاقي كل اللي انت محتاجه تقريبا، وشويه اللعب والكهرباء والكلام ده. الحاجات اللي هي ناقصه اما ان هي ناقصه نتيجه ان انت كنت اخد كاتيجوري اقل. وحتى لو انت اخد ممكن تابجريد يعني. فيها الاوبشن ده. في فكره انت تعرف تابجريد اصلا. دي ميزه يعني. طيب حلقه جميله. انا متشكر جدا. قبل ما نختم عايز نصيحه سريعه جدا لاي مالك عربيه كهرباء او اي حد بيفكر يشتري عربيه كهرباء. دكتور هشام يقول له خد بالك من كذا. خد بالك من استخدامك. انت عايز ايه؟ انت احتياجاتك ايه؟ يعني مش مجرد ان انت تمشي حتى ورا الفكره. لا، لو انت كل احتياجاتك او هنا معظمها داخل المدينه، ما تترددش يا بيه. ما تقعدش بقى تسمع لاصل دي مميزات وعيوب. ادخل وتوكل على الله. وخاصة لو انت كان عندك عربية تانية تسند جنبها احتياطي. تمام. احتياطي. بالنسبة لي يعني فخلي بالك احتياجاتك. اللي احتياجاته بقى ان هو طول النهار اساسا بيسافر بره مصر او بره القاهرة. انا اسف مش بره مصر. بره مصر يبقى يجيب طيارة مش عربية. يغير فكره شوية. لكن لو انت بتسافر بره القاهرة كتير، استنى شوية. هنزل البطاريه الصلبه 27. ودي هتوفر لنا شويه حاجات، ان هي شحن اسرع ورينج اعلى وحاجات كتيره بقى. المفروض ان هم ينهوا بيها قصه الحاجات اللي بنشتكي منها دلوقتي او حد بيفكر يشتكي منها. دي هي دي تنهي لك بقى قصه اصل حط هايبريد بنزين على مش عارف ايه. طب زود مش عارف ايه. لا ما تزودش الحاجه. بس اللي انا كمان نفسي بقى هم في الصين يشوفوا لنا، وانا كنت حتى نفسي اسالك عليها، ان ازاي يا جماعه مفيش باور بانك للعربيه؟ انا عارف انه ممكن يبقى ثقيل، ممكن يبقى تقيل. هو تقيل وكبير وغالي يعني موجود. انا اقصد مش حاجه عمليه قوي يعني.
ستيل ممكن لما يبقى في بطاريات معاك حق، بس هي ايه، انا اخف. ممكن بقى ممكن، ممكن انا بس مش عارف ازاي. يعني عايزين الناس تشتغل، او هم ده التكنولوجي، مش بس ان هو يديني الرينج، ومش بس ان المسؤولين والبلاد عموما تزود فكره محطات الكهرباء والشحن مم. وبلاش فكره ان انا انت جايب صيني، طب هقفل لك الصيني، مش هعمل لك بروتوكول صيني، فالشحن نوقف الشحن الصيني يا سيدي. احنا يعني انت بتعاقبه؟ يعني ده راجل بايونير وساعد البلد ومشي ايوه مع الفكر المتطور للبلد وللعالم كله ان انا اجيب كهرباء، وما تاخدش عليه ان هو جاب صيني. الله، ما هو دلوقتي الصين نمرة واحد في الكهرباء، صحيح صحيح فانت زعلان ان صحيح. هو بروتوكول صيني؟ الله، ايه ده؟ فتقفل عليه وتقول لا بروتوكول مش اوروبي. الطف حاجه قصه يعني مش احسن فاقصد حاجه. لازم نعالج شويه حاجات، وبعد كده ننطلق، هتبقى شيء جميل باذن الله. الحلقه مش عايز تخلص يا دكتور، الله وانا يخليك، مش عايز الله يخليك، اخلص الله بصراحه. يخليك، عندي الله حاجات كتير يخليك. واسئله كتير، نسيب بس حضرتك عشان الناس ما تزهقش مننا تبقى طبعا، الحلقه اكيد. خفيفه. تسعد. نورتنا يا دكتور الله يخليك، متشكر جدا وان جدا. شاء الله انا اللي نتقابل سعيد قريب. ان انا كنت معاك ربنا يا يبارك فيك يا باشمهندس دكتور، نورت اسلام. الناس. ربنا ربنا يخليك، يبارك الف فيك. شكر يا فندم، السلام. متشكر جدا. مع السلامه. مع السلامه.